أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة مملكة أنوار الصالحين مع أخوكم الشيخ النوري. اليوم عمل من الأعمال القوية والتي أول مرة على القناة، وهي للتفريق بين شخصين بأقوى أعمال. وهذا العمل يا إخواني الكرام لأول مرة كما قلت، وهو من الأعمال السفلية حتى نكون واضحين. وهذا العمل يعني إذا عملته فنتيجته يا أخي الكريم سوف تراها في 3 أيام أو أقل. وهو عمل كما قلنا العمل السفلي، وتحتاج يا أخي الكريم أو يا أختي الكريمة لشمعة سوداء وصورتين للشخصين الذي تريد تفريقهما. والتفريق يبقى يعني كل شخص يعني مسؤول عن ما سوف يفعله. أنا لا أقول لك افعلها لشخصين يعني مجتمعين على الحرام أو مجتمعين على المعاصي، فهذا يبقى اختيارك أنت أو أنت يا أختي. المهم هذا العمل إذا أردت أن تعمل به لن نذكر اليوم، ولكن سوف نعطيك يعني الطريقة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. تحتاج كما قلنا شمعة سوداء، وتحتاج كذلك صورتين للشخصين، وتحتاج الأسماء يعني اسم الأم مع اسم الشخص، وتعمل بهذا العمل. فإن العمل يا إخواني الكرام كما قلت لك فإنه لا يستغرق معك الوقت يعني 5 دقائق، ولكن قبل أن تبدأ العمل يجب أن تصرف عمار بصورة الزلزال، يجب أن تصرف عمار بصورة الزلزال. وعندما سوف تعمله يعني تمسك الشمعة تجعلها في الوسط، والصورة الأولى تكون في اليمين والصورة الأخرى تكون في اليسار، ثم توقد ذلك الشمعة. فبإذن الله إذا كانوا مجتمعين على المعاصي أو على يعني على الحرام في 3 أيام سوف يفترقان ولن يلتقيان أبدا مهما كان حتى يبطل ذلك العمل. قبل أن نبدأ كما تعودنا صلوا على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا معلم موسى علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي الحكمة الحكمة وفصل الخطاب آتينا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني الكرام، الكتابة لا تكون لا بقلم ولا بإبرة، الكتابة سوف تكون يعني عود الرمان المر، عود الرمان المر. والعود الرمان المر يكون يعني شجرة الرمان تكون ليست يعني والدة، احنا نقولوا والدة يعني لم تعطي ثمارها بعد حتى يكون مر. ثم سوف تمسك الشمعة وتكتب ما سوف نكتبه، ثم كما قلنا تصرف يعني أهل المكان يعني صرف عمار، وتوقد الشمعة وسط الصورتين. فإن في 3 أيام سوف ترى النتيجة ولن يلتقيان أبدا حتى يبطل هذا العمل. سوف نكتب ما سوف تكتب على الشمعة. تكتب مباشرة توكلوا يا معاشر. بتوكيل خبرتين مرتين، شماملي مرتين، زنقط مرتين، فنزع كذلك مرتين، خردول مرتين،
توكلوا يا خدام بتفريق كذا وكذا، أو تفريق بين فلان ابن فلانة وفلانة بنت فلان، كذا وكذا هي معناها فلان وفلانة. ثم تمسك هذه الشمعة وتجعلها في الوسط وتكتب يعني وتصرف عمار، ثم تجعل الصورة يمين وصورة يسار وتوقد الشمع. 3 أيام سوف يفترقان بدون شك يا إخواني الكرام. وإذا عملتها لشخص متزوجين فهذا يبقى مسؤوليتك وأنت من تتحمل مسؤوليتك. أما إذا عملتها لأشخاص ليس متجوزين أو شخص متزوج والآخر ليس متزوج فقد تريد تفريقهما من أجل الخير، فهذا أنصحك بالعمل به. أما بأشياء أخرى أنت تحمل مسؤوليتك لأنه عمل قوي، وعندما سوف تعمله سوف ترى. أما بالنسبة لليوم فلن نذكر اليوم، كل شخص يعمله على حسب ساعته فقط. أتمنى لكم التوفيق والتيسير، ولا تنسوا الاشتراك مع إخوانكم وأصدقائكم حتى نستمر في وضع الفوائد.